من أهم الأصناف اللي ممكن نعملها على السفرة المصرية، هنعمل الجلاش باللحمة المفرومة بالطريقة المصرية الأصيلة. الجلاش باللحمة المفرومة دي من الوصفات معشوقة الجماهير، مفيش حد مش بيحبه. هنعمله مورق وجميل جدا جدا بخلطة وتوريق جميلة، وكمان هنعصج اللحمة المفرومة بطريقة سهلة جدا جدا. يلا بقى حطوا لايك للفيديو، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل في طريقة التحضير على طول. في طاسة على النار بسخنها كويس، بنزل بعد كده بنص كيلو من اللحمة المفرومة وتكون متوسطة الدسم. هستنى تاخد لون وابدأ اقلبها على الوش التاني. اول ما اللحمة كلها تاخد لون هبدأ انزل ببصلة وسط مفرومة متوسط، ودي كمان معلقة صغيرة من الثوم المفروم. بعد كده هننزل بالتوابل بتاعتي، وهي عبارة عن معلقة صغيرة من السبع بهارات، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من جوز الطيب. نبدأ نقلب التوابل مع اللحمة المفرومة ونستنى دقيقة ونطفي عليها النار، وبكده اللحمة المفرومة اتعصجت معايا وبقت معايا زي الفل. عندي هنا لفة جلاش نص كيلو زي ما انتوا شايفين، لازم اغطيها لان الجلاش معروف ان بينشف على طول. دلوقتي خلطة التوريقة الأولى اللي هندهن بيها الجلاش هتكون عبارة عن معلقة من السمنة البلدي، معلقة كبيرة من الزبدة، ربع كوباية من الزيت، وأدوبهم مع بعض. هجيب الصينية بتاعتي، وطبعا نقدر نستخدم أي نوع نحبه من الصواني. هبدأ أدهن الصينية كويس جدا. بعد كده هننزل بالجلاش طبقتين طبقتين، وبحط الدهان من فوق مش كتير، حاجة بسيطة جدا جدا علشان الجلاش يبقى خفيف. وبعدين بجيب الورقتين اللي بعدهم وهكذا. أول ما بوصل لنص كمية الجلاش بننزل باللحمة المفرومة اللي عصجناها مع بعض. أهم حاجة لازم أوزعها كويس جدا جدا في كل أجزاء الصينية بتاعتي. الخطوة دي اختيارية، بس لو عندكم شوية جبنة موزاريلا حطوها، هتدي طعم خطير جدا جدا وجميل. لو مش متوفرة ما تحطوش اي حاجة خالص، مفيش اي مشكلة. هنبدأ بعد كده نكمل فوق الحشو باقي كمية الجلاش، وهنحطه بنفس الطريقة اللي عملناها تحت، ورقتين ورقتين، وندهن بردك دهان خفيف بينهم. بعد ما نخلص صينية الجلاش ببدأ أقطعها التقطيعة الأولى. طبعا التقطيعة التانية بعد ما الصينية بتخرج من الفرن. بدخل بعد كده الجلاش في الفرن لمدة 3 دقايق يتشمع مع بعضه على درجة حرارة 220. ودلوقتي هنحضر خلطة التشريبة الجميلة للجلاش اللي هتخليه مورق وجميل. في طبق هننزل بكوباية من الحليب وبيضتين، هدوبهم كويس جدا جدا لاننا مش حابين يكون ليه اي اثار علشان ما يظهرش على وش الجلاش من فوق. بعد كده هننزل بيهم على الحليب. هحط عليهم نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع كوباية من الزيت، ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي، على معلقة كبيرة من الزبدة. هندوبهم مع بعض وننزل بيهم على الخلطة ونقلب خلطة التشريبة دي كلها مع بعضها. طلعت بقى الصينية من الفرن وهبدأ أنزل بخلطة التشريبة عليها زي ما انتوا شايفين، نوزعها على الصينية كويس جدا جدا. هندخل الصينية في فرن مسخن مسبقا على أعلى درجة حرارة، ونخلي الفرن شغال من فوق ومن تحت. ودي صينية الجلاش اللهم بارك بعد ما خرجت من الفرن، بجد هتشرفك جدا جدا قدام أسرتك، وريحتها بقى جايبة لآخر الشارع. هنقطعها مع بعض. شايفين الجمال حبايبي؟ القطعة بقطعتها وزي الفل. صوص التشريبة هيفرق معاكوا جدا جدا في النتيجة. ودي كانت النسخة الأصلية البسيطة لأحلى صينية جلاش باللحمة المفرومة. بتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه.
ما تنسوش اللايك الجميل لو عجبكم الفيديو. كانت معاكم الشيف ماجي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.